حياكم الله. مرحبا، اهلا وسهلا. بعد تعثر تعادل المنتخب المصري امام موزمبيق، ثم تعثر المنتخب الجزائري امام انغولا في مباراة، وعندما تعادل 1-1، يبدو ان التعاسة تبقى تلاحق مردود المنتخبات العربية، ما عدا مردود منتخب موريتانيا رغم خسارته البارحة أمام بوركينا فاسو. المنتخب المحترم والقوي موريتانيا قدم مباراة رائعة جدا، وسقط فقط في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بعد أن أدى لقاء مشرفا وجميلا ومميزا، وكاد على الأقل يحرز على التعادل، إن لم أقل كاد أن يحقق الفوز. بالمقابل المنتخب التونسي الذي قلت عنه البارحة بأنه يبقى لغزا في مثل هكذا تجمعات وفي مثل هكذا مسابقات، لا يمكن أن نعرف قدراته وإمكانياته مردوده إلا أثناء البطولة. كان في الكثير من المرات يولد أثناء البطولة. هذه المرة تعاسته كانت واضحة، تعاسة أداؤه بالدرجة الأولى كانت واضحة، فرديا وجماعيا وفنيا وبدنيا وتكتيكيا وعلى كل المستويات أمام منتخب ناميبيا. ليس منتخب كبير جدا، لكن يبقى وأنه لعب أحسن من المنتخب التونسي البارحة على جميع المستويات. البعض يقول بأن تونس هي التي كانت ضعيفة وليس ناميبيا القوية، ولكن في المحصلة شفنا مباراة ناميبيا كانت أفضل، تونس لم تكن تونس البارحة، كانت جد مخيبة لأمال عشاقها الذين خرجوا البارحة مساء في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي مختلف المواقع يتهكمون ويتهجمون وينتقدون من المدرب، من الاتحاد إلى المدرب إلى اللاعبين إلى مردودهم إلى لياقتهم إلى كثير من الأخطاء التي ارتكبوها. طبعا هذا امتداد لذاك. أعتقد بأنه أوكي المنتخب التونسي خسر مقارنة بالجزائر ومصر، فريقان اللذان تعادلا أمام موزمبيق وأنغولا. ظروفه صارت أصعب لأنه بقى له منافسين صعبين، يعني مالي وجنوب إفريقيا. مصير المنتخب التونسي في التأهل للدور الثاني يتحدد السبت المقبل، يعني السبت المقبل قد يغادر، لأنه بهزيمتين صعب جدا أنك تتأهل ب3 نقاط حتى ضمن الثلاثة الأربعة الأفضل ثوالث. منتخب مالي منتخب محترم قوي جدا، واحد من المرشحين للفوز باللقب القاري، وبالتالي المنتخب التونسي وضع نفسه في عنق زجاجة بعد خسارته أمام ناميبيا 1-0. يقولوا البارح نسمع بعض زملاء الإعلاميين يقول لك هذا أمام ناميبيا، مالي مش عارف الله يستر مثل ما يقولوا، بالأداء اللي ظهر به المنتخب التونسي الذي يبدو أنه شفرات اللغز بدأت تحل، ويبدو أنه أزمته أعمق مما كنا نتصور، ويبدو أنه ذلك ما كنا نعتبره لغزا إيجابيا يعني يظهر في المناسبات الكبرى يبدو أنه لا يظهر. ولكن تبقى الكرة، ويسعودون أنهم يخرجوا من تحت الأنقاض في ظروف مثل هذه. في الكرة أيضا يبقى وارد جدا أنه تصنع الحدث ما تكون عندك القدرات وتكون عندك الإمكانيات، ولكن هذه البطولة يبدو أنها ستكون خاصة جدا على المنتخبات العربية بعد الخرجات الأولى لمصر والمغرب وكذلك الجزائر، من دون أن ننسى أن نحيي المجهود والمباراة الكبيرة التي لعبها المنتخب الموريتاني أمام منتخب بوركينا فاسو. اليوم سيكون الموعد مع دخول منتخب خامس المنافسة. منتخب خامس هو المرشح الأول بين العرب وبين الأفارقة، كله مرشح عند الغرب وعند الشرق وعند الجميع، عند المغربي وعند غير المغربي، وهذا شيء طبيعي بالنظر لمستواه العالي. مركز رابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة قبل سنة من اليوم. تميز، ثراء كبير جدا في التشكيلة، استقرار على مستوى الطاقم الفني، ثراء في التشكيلة، لاعبين متميزين بجيل رائع جدا. ممكن هذا يشكل ضغوطات كذلك على المنتخب المغربي، لذلك نقول في مثل هذه المنافسات كل شيء يتم هنا في الراس، يعني كل شيء معنوي ونفسي أكثر مما هو فني وكروي، لأنه مواجهة المناخ والطقس صعب جدا
تحمل هذا الذي يحدث في كوت ديفوار إن لم تكن متأقلم معه وتملك مقومات التي تجعلك تواجه هذا الظرف الخارج عن نطاقك الطبيعي. طبعا المنتخب المغربي سيواجه تنزانيا. تنزانيا منتخب عنيد، لا أقول منتخب قوي، يوصف بأنه منتخب عنيد. ممكن يمسك لك المغرب والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون، ممكن يخسر مع منتخب أدنى منه. فيبقى الحذر بالنسبة للمنتخب المغربي أعتقد ضروري، خاصة بعد مشاهدة ومعاينة ما حدث للمنتخبات العربية الأخرى ومشاهدة هذه السيناريوهات التي تحدث في المباريات الأولى لهذه النهائيات، مثل خسارة الكاميرون وتعادل نيجيريا. ما عدا السنغال المنتخبات الأخرى تبدو أنها كلها في سلة واحدة ومتقاربة المستوى. وبعدين الأجيال اللي طلعت اليوم على الصعيد القاري صارت تلعب الآن من دون عقدة، لأنها تلعب في أفضل النوادي في أوروبا، تلعب من دون عقدة أمام المنتخبات الكبيرة وتريد أن تثبت نفسها، وهذا أمر عادي وطبيعي. اليوم سنكتشف المنتخب العربي الخامس كيف سيكون الوجه الذي يظهر به على الأقل في المباراة الأولى، وعندئذ تكتمل الصورة. ولكن الصورة والمشهد لحد الآن هو تعيس. نتمنى أن تزول هذه التعاسة مع المنتخب المغربي وفي المباريات الثانية لمنتخبات مصر والجزائر وتونس ولما لا موريتانيا. سلام.